وقال بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي إن المملكة المغربية تتابع بانشغال بالغ تدهور العلاقات خلال الأيام الأخيرة بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومصر وبلدان عربية أخرى من جهة ودولة قطر من جهة أخرى. وقال البلاغ: منذ اندلاع هذه الأزمة قام صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باتصالات موسعة ومستمرة مع مختلف الأطراف، ودعا الملك حسب البلاغ جميع الأطراف إلى مزيد من الروي والحكمة من أجل تهدئة الوضع وتجاوز هذه الأزمة من خلال إصلاح المسببات التي قادت إليها وفق الروح التي طالما سادت داخل دول مجلس التعاون الخليجي. وقال البلاغ إن المملكة المغربية التي تربطها علاقة خاصة بدول الخليج رغم البعد الجغرافي تحس بأنها معنية بهذه الأزمة دون أن تكون في خصمها. كما ورد في البلاغ استعداد المغرب إذا ما وافقت الأطراف فتح حوار هادئ ورصين قوامه عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان ومحاربة التطرف الديني والوضوح في الموافق والوفاء بالالتزامات.